مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم. وفيما يلي نشرة أخبار المساء أقدمها لحضراتكم من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. رؤساء الدول والحكومات يهنئون بعيد الاستقلال. الاحتفال بأعياد الاستقلال في إثيوبيا. عمليات جراحية للمجاري البولية للأطفال في مستشفى أوروتا المرجعي. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن عن شراكة اقتصادية جديدة في آسيا. رئيس الوزراء الأسترالي الجديد يتعهد بإصلاح صورة بلاده في الخارج. انحسار الفيضانات في بنغلاديش والهند بعد تسببها بمقتل 60 شخصا. السلام عليكم ورحمة الله. بعث رؤساء إيطاليا وفلسطين والصين وسويسرا برسائل تهنئة لحكومة وشعب إريتريا بمناسبة الذكرى 31 للاستقلال. وأعرب رؤساء إيطاليا سيرجيو ماتاريلا ورئيس فلسطين محمود عباس ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ورئيس سويسرا إغنازيو كاسياس في رسائل التهنئة التي أرسلوها دوام الصحة والتوفيق في العمل لرئيس سياس أفورقي والرخاء والازدهار لإريتريا وشعبها. وأعرب رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا عن أمله في استكشاف مجالات التعاون الجديدة بالمفاوضات التي تجري بين الجانبين. أوضح الرئيس الصيني شي جي بينغ في رسالة التهنئة التي بعثها باسمه واسم شعب وحكومة الصين وجود علاقات جيدة وشراكة استراتيجية بين إريتريا والصين، مؤكدا الرغبة والاستعداد للارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين. احتفل الإريتريون المقيمون في إثيوبيا بالذكرى 31 للاستقلال بالتعاون مع سفارة إريتريا وبعثة إريتريا في الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية. شارك في الاحتفال الذي جرى في ساحة الصداقة وسط أديس أبابا يوم 21 من مايو تحت شعار خيارنا المستقل عزتنا المسؤولون في الحكومة الإثيوبية والدبلوماسيين المعتمدين في إثيوبيا ومسؤولي الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في إثيوبيا ومندوب إريتريا في الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية سيد بنيام برهه إن المواطنين الإريتريين يحتفلون بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة أينما كانوا لتجديد العهد لبناء الوطن بمثل التضحيات الكبيرة المقدمة للاستقلال والدفاع عنه. وأكد أن إريتريا ستواصل المساهمة والشراكة البناء لتطوير برامج الصداقة والسلام التي بدأتها مع إثيوبيا ودول القرن الإفريقي إلى القارة الإفريقية جمعاء. وأوضح المدير العام للشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإثيوبية السفير فسحة شاول في الكلمة التي ألقاها ممثلا للحكومة الإثيوبية إن عملية السلام والصداقة التي بدأت بين إريتريا وإثيوبيا لن تتقهقر أبدا، ويجري العمل بقوة للارتقاء بالشراكة والصداقة والتكامل إلى التطور التنموي. اشتمل الاحتفال على فعاليات ثقافية وفنية أحيتها فرقة فنية ذهبت من إريتريا ومنافسات رياضية. احتفل الإقليم الجنوبي بالذكرى 31 لاستقلال البلاد بحفاوة كبيرة يوم أمس 22 من مايو في مدينة مندفرة. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيون في الاحتفال الذي جرى في استاد مندفرة بإشعال شعلة كبيرة وتضمن فعاليات ثقافية وفنية. أوضح أن الشعب الإريتري حقق بسواعده وخياره المستقل استقلاله الذي انتزع منه بمؤامرات القوى العظمى وأمنه بوسيلة قانونية، ويعمل جاهدا لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي. وذكر رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السيد إبراهام يوهانس إن برامج ترتكز على قدرات الشباب ظلت جارية للاحتفال بحفاوة كبيرة بعيد الاستقلال على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أن شعلة الاستقلال التي انطلقت من الجبهة التي شهدت الحرب الختامية للاستقلال وزارت 5 مديريات كانت استثنائية. وقال إن احتفالات الاستقلال تجري على مستوى المديريات والبلدات والقرى بحفاوة ومشاركة شعبية واسعة. شهد الاحتفال استعراض للطلاب والرقصات الشعبية ومسرحية تعكس بطولات المرأة الإريترية.
في سياق متصل، احتفل جنوب البحر الأحمر في 23 من مايو بالذكرى 31 للاستقلال في مدينة عصب تحت شعار خيارنا المستقل عزتنا. وشرف الحفل حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي وسلطان رحيتة عبد القادر داود وقادة الجيش ومسؤولين آخرين ولفيف من المواطنين، وقدمت فقرات ثقافية وفنية تمجد وتعكس معنى ورزانة الاستقلال والثمن الباهظ المدفوع وتحمل الأمانة. وقال السفير محمد سعيد منتاي إن 24 من مايو هي مناسبة جليلة أخرجتنا من الظلام الدامس إلى النور المبين، لذلك يحتفل بها الشعب الإريتري بتنظيم فعاليات بما تتماشى مع رزانتها. وإنما يميز احتفال هذا العام هو أننا نحتفل بها في مرحلة جديدة أثبتنا فيها تصدينا القوي وقدراتنا العملية. وذكر سعادته تصدي المؤامرات المحاكاة لعرقلة مسيرة التنمية والعدائيات المكشوفة بفضل رؤانا الثاقبة ونهجنا المستقل، داعيا لتعزيز تصدينا وجاهزيتنا لإفشال الظواهر المماثلة المتوقع حياكتها. وأوضحت المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيدة حواء محمد إن المواطنين احتفلوا بالذكرى 31 للاستقلال في الضواحي معا مع قوات الدفاع الباسلة، مشيدة بالمساهمين الفاعلين. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية تواصل فعاليات الاحتفال في ساحة راس جومبو في مدينة عصب حتى 26 من مايو الأغر. واحتفل سكان عصب في 21 من مايو في مناطق شخايتو وعصبوي وبلينيكوما في الخيم الشعبية منظمين فقرات ثقافية وألعاب تراثية فاعلة. نظم مساء أمس في سينما روما بمدينة أسمرة عرض فني يعكس بطولات الشعب الإريتري في مراحل النضال الماضي واستعداده للتنمية والتصدي، بث مباشرة عبر الفضائية الإريترية. وأوضح الفنان ولد سلاسي عهبازقي أحد المشرفين على البرنامج إن العرض المقدم من فرقة ريم الفنية وفرقة ميراث للرقص اشتمل على عروض وقصائد شعرية عكست الحق والانتصار والعدالة والتصدي والبطولات والتوريث والاعتماد على الذات والتنمية والمبدأ والثبات لشعب وحكومة إريتريا. وكان عرض فني مماثل قد نظم في سينما أزمرة يوم 21 من مايو. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة مواطن واحد قادم من دكم حري في الإقليم الجنوبي بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 4 مرضى كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفى. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9755، شفي منهم 9644 وتوفي 103، فيما يتلقى 8 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 23 من مايو 2022. أجريت 52 عملية جراحية في المجال البولية للأطفال في مستشفى أوروتا المرجعي بالتعاون مع الأطباء الإريتريين والأستراليين. أوضح مسؤول قسم الجراحة في مستشفى أوروتا المرجعي الدكتور يوسف تولده إن العمليات الجراحية أجريت من 16 وحتى 20 من مايو، حيث أجريت 36 عملية لأطفال كانوا يعانون من مشكلة في المجاري البولية، و16 طفلا من حصوات في الكلى تم تفتيتها بدعم الموجات التصادمية الليزر. وذكر إن فريق الأطباء الأسترالي برئاسة البروفيسور رياكوبا مراكز يأتي للبلاد للمرة 30، وجرى خلال هذه الزيارات إجراء 1386 عملية جراحية لمشكلات في المجاري البولية وإزالة حصوات الكلى ل186 طفلا. وقال إن فرق الأطباء الأجانب قاموا في السنوات 20 الماضية بعمليات قلب لأكثر من 2000 مواطن، مشيرا إلى أن المعدات الحديثة التي يمتلكها المستشفى تسهم في نجاح العمليات. وأفاد بإجراء العمليات الجراحية لأكثر من 1700 طفل من عمر السنة إلى 15 سنة قادمين من جميع الأقاليم من عام 2014 وحتى 2018 في الرأس والأعصاب والأسنان والفك. وأوضح أن الهدف الأساسي من الرعاية الصحية المقدمة بالتعاون مع الأطباء الأجانب هي تبادل الخبرات واكتساب المهنة، خاصة مساهمته للاعتماد على الذات في مهنة الجراحة.
ودعا أولياء الأمور للإسراع في المستشفى في حال اكتشاف مصاعب صحية لأبنائهم، مناشدا المهنيين الصحيين في الأقاليم لإرسال الأطفال المحتاجين لعمليات جراحية خاصة إلى المستشفى الوطني المرجعي. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من طوكيو إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان، ولكن من دون الصين التي تنظر بريبة إلى هذا المشروع. ولا يعد الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ اتفاقية تجارة حرة، لكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في 4 مجالات رئيسية هي الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد. كما حذر الرئيس الأمريكي من أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان عسكريا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتي، مؤكدا أن الصين تلعب بالنار. تعهد رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي إعادة إطلاق علاقات بلاده مع العالم وتغيير سمعتها كدولة متقاعسة في مجال مكافحة التغير المناخي في وقت يسابق الزمن لتشكيل حكومة قبيل انعقاد قمة مهمة في طوكيو. وأدى ألبانيزي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لوزراء أستراليا قبيل ساعات على توجهه إلى طوكيو. وأدى رئيس الوزراء الجديد البالغ 59 عاما اليمين خلال مراسم قصيرة. ومن الأعضاء الآخرين في فريقه الذين تولوا مناصبهم وزيرة الخارجية بيني وانغ التي تشارك مع البانيزي في القمة الرباعية في طوكيو، ووزير الميزانية جيم تشالمرز، ووزيرة المال كيتي غالاغر. ويعد نصر انتخابي وبعد نصر انتخابي أسدل الستار على حكم المحافظين الذي استمر عقدا، تحدث البانيزي عن حقبة مقبلة ستكون أستراليا فيها أكثر إنصافا وصديقة للبيئة وبعيدة من السياسات الصدامية. بدأت فيضانات لم يشهد لها مثيل منذ نحو عقدين في شمال شرقي بنغلاديش في الانحسار بعد مقتل نحو 60 شخصا خلال أسبوع في البلاد وفي الهند المجاورة وفقا للسلطات. ويحاول عمال الإنقاذ الذين توجهوا إلى المنطقة المنكوبة مساعدة ملايين الأشخاص المعزولين، وأدت هذه الفيضانات إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في بنغلاديش و50 في الهند. في بنغلاديش تسببت مياه الفيضانات الآتية من شمال شرقي الهند في تصدع سد كبير على نهر البراق المشترك بين البلدين، فغمرت المياه ما لا يقل عن 100 قرية. وفي الهند قضى نحو 50 شخصا الأسبوع الماضي بسبب فيضانات وانزلاقات تربة وعواصف رعدية وفقا لسلطات إدارة الكوارث المحلية. لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء اندلاع النيران في عبارة فلبينية عالية السرعة تقل 134 شخصا، فيما لا يزال 7 ركاب في عداد المفقودين وفق خفر السواحل في الفلبين. وقال خفر السواحل إن النيران اشتعلت في العبارة قبل وصولها إلى ميناء ريال في إقليم كويزون على بعد نحو 60 كيلومترا شرقي العاصمة مانيلا. وأضاف في بيان أن 5 سيدات ورجلين لقوا حتفهم، في حين تم إنقاذ 120 راكبا 23 منهم أصيبوا بجروح. ختاما لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. رؤساء الدول والحكومات يهنئون بعيد الاستقلال. الاحتفال بعيد الاستقلال في إثيوبيا. عمليات جراحية في المجاري البولية للأطفال في مستشفى أوروتا المرجعي. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن عن شراكة اقتصادية جديدة في آسيا. رئيس الوزراء الأسترالي الجديد يتعهد بإصلاح صورة بلاده في الخارج. انحسار الفيضانات في بنغلاديش والهند بعد تسببها بمقتل 60 شخصا.
انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. خيارنا المستقل وحدتنا وعزتنا. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أقلتا وحليوت ذكرتا ومسنيوت إلا قطان حريرت كيشن بالي تلبى من مسكبة وعول قالي وإلا حيا فردم توحيوت أقلتا وحليوت ذكرتا ومسنيوت إلا قطان حريرت كيشن بالي تلبى من مسكبة وعول قالي وإلا حيا فردم توحيوت أقلتا وحليوت يمينك يانا يا يمينك يانا حرامي حرس ليادو يا يمينك يانا الرسول قهورك بلادو يا يمينك يانا سيغو سيغمد معيادو يا يمينك يانا نانو يا يمينك يانا يا يمينك يانا حرامي حرس ليادو يا يمينك يانا الرسول قهورك بلادو يا يمينك يانا سيغو سيغمد معيادو يا يمينك يانا جسوي قادو رسولني سلام سادو محلتني نذرو بارو بالاسم بيربي حد حويتني نانا بين وينك يابا الحكي لي بتهبتني ما يكني أكن يا نما ما يكني أكن يا نما نانو ياي ميانك يانا 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 حرسني ياي ميانك يانا نانو ياي ميانك يانا نانو ياي ميانك يانا نانو ياي ميانك يانا نانو ياي ميانك يانا أقلتا وحليوت ذكرتا ومسنيوت إلا قطان حريرت كيشن بالي تلبى من مسكبة وعول قالي
توحيو عقلتا وحليوت ذكرتا ومسنيوت إلا قطن حريرة كشندالي تلبا مسكبة وعول قالي وإلا حيا فردم توحيو عقلتا وحليوت